مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. من خلال برنامج القرية العالمية نرحب فيكم مشاهدينا اليوم بطلة جديدة وبنكهة عريقة مع مدينة قديمة جدا وهي دمشق والجناح السوري اللي موجود خلفي. أكيد شايفين الديكور وشايفين الرجل اللي يبيع خلفي هذا تبع التمر الهندي وسامعين صوته بكل تأكيد. الحين احنا بنروح عنده بنتعرف على التمر الهندي وبعدين بندخل داخل السوق وبنتعمق أكثر في الأسواق السورية، في منتجاتهم، في عاداتهم، تقاليدهم وأهم الأشياء اللي موجودة عندهم. حياكم الله ويانا في هالجولة. سوريا أحلى بلد وديارها أحلى ديار. هسه التمر هندي صاغ حتى وادو طيبة وباردة وحتى واد طيبة. أنا بيا أحد طيب أنا. مرحبا. السلام عليكم. السلام. الله يعافيك يا رب. فادي حلتي من سوريا. يعطيك العافية. ما شاء الله. أنت قاعد تنادي على التمر الهندي وبالناس من خلفنا ما شاء الله. أي والله هي مصلحة مشينا نساوي. الله يخليك. كنت حاضر فكرة عن التمر الهندي. أولا قبل كل شيء الفلكلور السوري عندنا هذا معروف عندنا بسوريا إنه هذا فلكلور شعبي. سوق الحمدية معروف هاي الدولة. انت شو قاعد تقول الحين؟ عم بقول بارد تمر هندي انه التمر هندي بارد. انتم بالطريقه هذه تنادوا له في سوريا؟ طبعا هي بنادي في سوريا طبعا عشان يعزموني هذا. هذا شيء هذا مثل بريق نحاس. بريق نحاس. هناك في سوريا تبيعوه بنفس الطريقه؟ نفس الطريقه نفس الموديل. نفس الموديل ما ينباع الا بهالشكل. ما ينباع غير هالشكل هذا. يعطيك العافيه. طيب هو يعتبر مشروب انه موسمي، اذا موسم معين مثل رمضان؟ طبعا هو برمضان مقبول. لا هو بس بالصيف ورمضان. بس صيف او رمضان؟ بس صيف ورمضان بس ما عندنا. كيف تسووه؟ هل تسووا التمر الهندي ولا موجود في سوريا؟ لا موجود بسوريا. التمر الهندي موجود بسوريا. شلون؟ ننقعه بالليل شايف للصبح على الغليان طبعا نغليه شايف نجيب مصفاي وغربال نغرب له غربال. وبعدين تضيفوا له شيء معين؟ سكر وماء الورد هذا وبيطلع حلو. بيطلع. خلينا ندوقه بس شوي. لك فكره معينه يا باشا. نبدا جولتنا كذا. إيه أنا بيا أحد طيب أنا. طيبة وصية الشبل عجوز يمكن ترجع صبية. يا سلام. أنا بيا أحد طيب يا طيب. طيبة يا بلاش عليكي. شوي بس. لراسي معلمة. يا سلام شو الحركة. شايفين كيف يصبوا الرجال بس شوي. يعطيك العافية. تسلم الله يخليك. شكرا. اهلا وسهلا تكرم عينك. طيبة دوا أنا بيا أحد طيب أنا. طبعا لذيذ جدا مثل ما ذكر لي هو أرغب من اللي ذكره هو كمان. ايوه يعطيك العافيه. الله يعافيك. اذا مشاهدينا نفتتح حلقتنا بنكهه التمر الهندي ونبدا جولتنا مع الجناح السوري ونقول لكم حياكم الله ويانا. شكرا. اهلا وسهلا. واغلب هاي المنتوجات يعني هي منتوجات صناعه يدويه. عرفت كيف؟ في منها بيجي اشكال يعني هلا في عندك مثلا عندك فرو صناعي بيجي عندك فرو طبيعي. اللي قلت صناعه يدويه. ايه بس هو بتيجي الماتريال انه هي ماتريال صناعيه وعندنا شيء نحن بنعمله من فرو الخواريف تصنيعه بتصنع بسوريا وبيجي لهون. في مناطق معينه بسوريا ولا كلها بشكل عام؟ لا هلا هو منطقه نحن عندنا مصنعنا شوي بعيد عن العاصمه دمشق يعني، بس نحن عندنا محل بقلب العاصمه دمشق اللي هو سوق الحمديه. يعني سوق معروف بالضبط كل دول العالم، وعندنا نفس المنتجات يعني بالاضافه لاشياء ثانيه نحن بس ما جبناها هون يعني. يعطيك العافيه. تسلم. حبيبي. ان شاء الله نزوركم هناك على سوق الحمديه. بتنور. الله يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. الله يخليك. هذه فكره مثل ما شفتوا سمعناها من احمد عن الزي اللي انا لابسه وعن الزي اللي موجوده عندهم في محل جنبهم هنا قريب في ازياء نسائيه كمان تراثيه قديمه. خلينا نروح نتعرف عليها ايضا. هذا هو المحل السوري اللي قلت لكم عليه مشاهدينا تبع ازياء نسائيه جنب ازياء رجاليه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. حياك الله. الله يعافي قلبك. احمد ما شاء الله. عند الازياء الرجاليه احمد وهنا احمد. يعني كل احمد بيقول لنا على شيء او يكلمنا عن شيء. احمد اعطيني فكره على الازياء النسائيه السوريه. الازياء النسائيه السوريه الشعبيه كما هو متعارف يعني في عده محافظات سوريه في لكل منطقه ازياء معينه. حلو. هم يتميزوا اجلالا بالشغل اليدوي. كشغل مثلا الحوران شغل الستات الكبار يتميزوا بالاشغال اليدويه هاي زي كده. يعني هذا شوف ارفعها خلينا نشوف. أيوه. هذا يستغرق تقريبا من 2 ل3 شهور تحت الصناعه استاذي. نعم. ليش؟ لانه كله هذا يدوي شغل حبه بحبه. هذا هو. هذا ازياء معينه من الجانب التراثي السوري النسائي. منطقه حوران. نعم منطقه حوران. في عندنا كمان اشياء زي كده يجي
كمان يدوي بس هذا مناطق الشام عموما. ازياء قديمه من مناطق الشام، دمشق يعني وضوء. نعم. غالبا يجي بالتطريز الاحمر، غالبا يجي بالتطريز الاحمر لانه هذا هو الثوب الاعتيادي لدمشق والشام وعموما. جميل. طيب هذا كم يوم ياخذ؟ اذا كان هذا شهرين، هذا مطرز هذا كثير شهرين، هذا مطرز اكثر، ياخذ من تقريبا من 4 ل 6 شهور شغل. نعم. تعب يعني. اكيد تعب طبعا. على كذا كم سعره؟ واشياء بتكون باهظة الثمن شوي، يعني هذا انا ابيعه من الاخر 1500 درهم. هذا سعره النهائي. 1500 درهم مرات. نعم. جميل. هذا الشام، هذا حرام، ايش هذا؟ نعم. الثالث كمان في كمان ميز بالجلابيات. اللي هي عفوا استاذ حق الخروج، استقبال الضيوف. حلو. يكون كمان شغل يدوي بس شغل الخرز استاذ. مش فيها الشغل. خرز. نعم. مش شغل الخيط. مش الخيط، لا الخرز. اشياء جميله تيجي على عده الوان، على عده موديلات. حلو. وهذا منطقه مشهوره فيه ولا شيء؟ هذه طبعا اكيد يعني سوريا عموما بشكل عام يحبوا الازياء هاي على الوان وعلى هذا. جميل. في كمان بنحب نقدم لكم اللي هي الازياء اللي بتيجي حق الافراح والمناسبات والعيد زي كذا مثلا. حلو. والله متعبه، تحتاج شغل يعني. شوف هذا الشغل. نعم. يجي هذه ازياء حديثه، موديلات معينه، ازياء حديثه. أيوه. حق الافراح والمناسبات. اشياء كثير حلوه. هذا نسميه احنا الشيفون استاذ. شيفون. نعم. هذا يلبس في الافراح، هذا يلتبس بالافراح والمناسبات واشياء جميله يلتبس بالافراح. هذا شغل يدوي كمان؟ بالغالب يجي شغل يدوي. كم ياخذ يوم هذا كمان؟ بالغالب لا، هذا استاذ سهل على التطريز لانه هذا قماش موحد معروف في الشيفون. وهذا سهل يعني. يكون جاهز ويركب عليه تركيب. يكون جاهز وتركب تركيب، يعني ما ياخذ شغل كثير. نعم. يعطيك العافيه. وفي كمان نحب نقدم لكم اخر شيء اللي هو معروف حتى شعبنا الخليجي هون اشياء يحبونها كمان، اللي هي الجلبيات القصيره. كمان قصيره ويلبس تحتها؟ يلتبس تحتها البنطال او السروال النسائي المعروف. جميل. اشياء جميله طبعا. يجي موديلات عديده على الجلبيه القصيره. هذه ازياء جديده. هذه نسائيه. هذه نعم نسائي. هذا السروال وهذا؟ هذا السروال وهذا الكندوره اللي فوقيها. ايش اسمها هذه انتم في سوريا؟ ايش اسمها؟ هذا نسميه جوليه. نعم نسميه جوليه، هذا المتعارف عليه. زي جميل وازياء حديثه صدريه يعني كذا ان شاء الله زي كذا كمان. يعطيك العافيه. هذه اي منطقه يلبسوها؟ هذه يلبسوها كمان اهل الشام، يفضلوها اهل حماه كمان كثير حلو لانه شغلهم هذا. شغل اهل كله يجي تطريز باليد ترى. كمان اشياء جميله. نعم. اشياء جميله اشياء حديثه. تسلم الله يخليك. شايفين هذه فكرة مختصرة كذا كمان أخذناها على الأزياء النسائية، متعبة صراحة، شغلها متعب جدا وبعضها الثمن، لكن فيها أشياء جميلة ومميزة، يعني لها نكهة، لها طعم، لها طابع خاص فيها. الآن نواصل جولتنا نشوف أشياء ثانية أيضا نتعرف عليها، نقول لكم حياكم الله. سوريا أنت الجبل ما يهزك الأعصار، بالعالي راسك يظل مرفوع مهما صار. طبعا مشاهدينا الحين موجود في محل قالوا لي لازم تلبس خنجر. انا شفت محل قريب من محل الملابس، جيت اشوف الخنجر الحين. يعطيك العافيه. الله يعافيك. على السلامه. محمد قال لي انا بلبسك الخنجر. شرف. هلا هذا الخنجر هيك. كيف؟ لحظه. كذا. ايوه. لازم يكون مرفوع فوق كثير ولا نزل؟ لا هو لازم يكون هيك. بس انت مو شاد هاي لازم تنشد. لازم نشدها. ايوه. اللي لبسني ما شدها. لا لبسك ما شدها، هذا هو مو عرفان يشد. ايش نسوي صديقك؟ طبعا. يعطيك العافيه. الله يعافيك. اهلا وسهلا. طيب اعطيني فكره عن الخنجر. هلا هذا صناعته على الاشياء اللي فيه. هلا هذا الخنجر، هلا في عندي خنجر ثاني. شوف هلا بالنسبه لهذا الخنجر بعد اذنك يعني، هلا هذا الخنجر نحن بنستعمله القديم، السلاح القديم هذا قبل السلاح الابيض، قبل البارود قبل كل شيء. القديم يعني السلاح هذا نحاس بيجي، هذا المعدن تبعه نحاس، وهذا بيجي عظم تلبيس. عظم نحن نسميه الشام عظم. هذا عظم ملبس خزف زي الخزف بس مو خزف، يعني تقليد الخزف. هو بس هو عظم هو. طيب شو كملت خالص. كملت بس هذا المعلومه. جميل. زمان بس كان نفس الصناعه؟ لا زمان ما كان هذا الصناعه. ان لم تكن ذئبا اكلتك الذئاب. شايف كيف كاتبينها على الخنجر. طبعا هذا التهديد. هذا دمشق طبعا.
جميل. طيب ما شاء الله شاف عندك كثير اشياء انا هنا يعني اعطيني فكره عن النحاسيات، فناجين، مداخن، بخور. بكل شيء عندك. هلا في عندك ثلاجات، عندك مباخر، في عندك صحون، في عندك الاواني النحاس القديمه، في عندي كمان في عندي الصياني. هل نقدر نقول عنها هذه اشياء تعتبر تراثيه محدده؟ طبعا هلا هي الشغلات القديمه محدث عليها. حدثتوها بالوان ذهبيه كذا تعكس تعطي طابع جميل. الوان ذهبيه ملبس، هو نحاس ملبس يعني انه مشان على المي يعكزهم وهيغير لونه. وهو الاساس تبعه القديم، يعني هذا اللي نوعين عليه. طيب الناس هنا تقبل على الخناجر والسيوف، شايف سيوف عندك انت؟ نعم؟ سيوف هناك وخناجر. ايه طبعا عندي سيوف وعندي خناجر وعندي كل شيء. في عليها اقبال، طبعا الناس تشتريها. هلا الاقبال اكثر شيء هون. يعني القطر اقباله خفيف، اما بالامارات اقباله كثير. طيب هنا ايش اكثر شيء من الاشياء المميزه هذه الجميله الديكورات اللي تعتبر تقدم للموائد لكن هي ديكورات جميله؟ هلا اكثر شيء عليه اقبال. نعم؟ اكثر شيء عليه اقبال. عليه اقبال. هلا عندي انا الاواني النحاس، في عندي هلا هي الترولين. هاي كامله، عربه كامله. ايه. هاي متحركه. وهل هذه الاشياء هذه تصنعها يدوي ولا بمصانع؟ هلا هاي في يدوي، هي فيها يدوي وفيها شو اسمه؟ فيها كمبيوتر. طبعا. انه هاي الحفور مستحيل يصير على الايد. هذا ايوه، هذا على الكمبيوتر. على الكمبيوتر زي التاج بيخطو بيطلع. جميل. هذه كم سعرها؟ هلا هي نحن نبيعها 7500. ما شاء الله 7500. وعليها اقبال؟ طبعا. ما شاء الله. هلا عليها اقبال وعندي بعد وحده مركبه، هلا هي منباعه وعندي وحده ثانيه منباعه. ما شاء الله تكون يدويا تشتغلوها تركيبه وكذا. هلا اللي تحت كله يدوي. تركيب هذا السلافسكي هذا كله يدوي. كله يدوي. ايوه. بس هذا النكشه اللي فوق هذه ايوه كمبيوتر. يعطيك العافيه. الله يعافيك. الله يسلمك يا رب. الله يعافيك. اشكرك. الله يسلمك. الله معك. واصل جزاك الله خير. أو تظني فاندبيني بظلال الياسمين. لجودي فصيليني. طبعا مشاهدينا الصوت هذا اللي تسمعوه وراي هذا الصوت البوضه السوريه، هو الايس كريم السوري، يسموها بوضه عربيه او بوضه سوريه. نتعرف عليها تبين اكثر. مرحبا. اهلا وسهلا. يعطيك العافيه. الله يعافيك. تعرف عليك. محمد لطفي. ما شاء الله. لا خلي هذا معك، اعطيني فكره عنه. ايش هو هذا؟ هذا المضرب استاذ بدقوا فيه البوظه. هي هيك طريقه صنعها مشان تصير طريه واطيب. بيدقوها بالمضرب هذا؟ بهذا المضرب مشان تصير طريه واطيب. بس شايفكم تدق دقه وترجع فوق. هي نغمه. تضربها نغمه. ايوه. عشان تشعر بالمتعه وهو اثناء الشغل يعني كلها متعه، لازم تجذب الزوار. طيب اعطيني فكره عن البوظه السوريه. هاي البوظه السوريه استاذ عباره عن قشطه وحليب ومستكه مخلوطه كلياتها مع بعضها. وبيدقوها هون مثل ما قلت لك عشان تصير طريه واطيب. هي عباره البوظه السوريه هي اكثر شيء مشهوره فيه السوريين. من زمان كانت الجماد غير هيك. كانت خشب يحطوا بوز. تمام، يحطوا البوظه بجوا. تمام، بعدين يدقوها مضرب الخشب. جميل. أيوة. زمان هذا اكيد من زمان. هلا تطورت صارت على الماكينه. على الكهرباء. اكيد. طيب كيف تسوي الان؟ كم تاخذ وقت حتى تتصنع؟ هلا وقت تتصنع بدها تقريبا من الساعه ونص للساعتين، ساعتين ونص. الان؟ تمام. زمان اكيد كان بدها وقت اكثر. تاخذ اكيد. طيب عادة لها موسم معين يكثر الإقبال عليها؟ لها وقت معين؟ لا. طيب. بس الصيف أكثر الإقبال، بالصيف أكبر عليها. الصيف أكبر؟ بالصيف أكيد أكبر لأنه بيكون شو. طيب من زمان هي زمان البوظة السورية؟ أكيد.
لها اشياء ثانيه مذاقات نكهات تضيفوا لها ولا لا؟ لا لا قشطه وحليب ومستكه بس اشياء ثانيه لا؟ لا ترشوها بالمكسرات من فوق؟ ايه طبعا بس تقدموها بالطبق بالكاسه او بسكوت ايوه اعتقد البسكوت حديث صح؟ البسكوت حديث ضفتوها عليه حديث لا من اول نفس الشيء يعطيك العافيه الله يعافيك اهلا وسهلا فيك واصل سمعنا بس كيف تكون شايفين كيف؟ هذه فكره اخذناها عن البوظه السوريه سامعين؟ تتمشى في السوق السوري في اكل ما شاء الله، في حلويات بوظه، في بليله، في معجنات، في اشياء كثيره نشوفها بالسوق خلال جولتنا، ما حنلحق ناخذها كلها، لكن اشياء جميله. بس انا مش متعود على اللف صراحه، كل شيء طربوش يطلع، فاحاول اثبته بيدي. يلا نواصل جولتنا. بليله بلبل وكيع بالليسله وكي بنهار باع وكيع بالملح والليمون رش وكيع يا عزيز 1000 ليره انجليز. بليله بلبلوكي اكله طيبه وحبوكي والحبايب طعموكي. بليله عمو بليله دول الاكابر يا بليله. يا سلام شايفين كلمات جميله كذا تخلي الناس تجينا. بليله بليل هذا الطيب هذا الظريف دول الاكابر يا بليله. بلبل بليله ما شاء الله. بليله بلبل وكي مع السرقه نوصلها كذا. ايش رايكم مشاهدينا؟ حلو بدل ما ناخذ فكره تاخذوا فكره كمان عن اسلوب المناداه اللي يجيبوه في البليله. لا غلطان الحمد لله. يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. الله يخليك. تعرف عليك سامر عبد الله من سوريا. من سوريا ما شاء الله. سامر اعطيني فكره عن البليله. هي البليله عن المشاهدين هذه دائما بتطيح عندي. ايوه لا بدي اقربها لقدام شوي. ايوه هيك تمام. طيب هنا قالوا لي كذا خليها. لا وكذا أيوة خليها. هيك تمام هيك تمام خلص. اذا تفضلي مدام. هي البليله الحين. هي البليله بتنباع بالاحياء الشعبيه عندنا بسوريا. نحن نبيعها بالاحياء اكثر شيء برمضان تنباع عنا. حلو شلون؟ نحن في نشتغل عند ابو بشاره معلمنا، هو علمني هالمصلحه هي. وصرنا يعني العالم كلياتها رغبتها وصرنا نطلع فيها لبرا يعني نشارك فيها. جميل. طيب خلينا نعرف ايش هي مكونات البليله. هي حمص شامي. حمص هي بتنقع 5 6 ساعات وبتخليها كمان بعدين بتسلقها. على السلق كمان تقعد لها شي 4 ساعات سلق. وبحط عليها كمون، خلطة الكمون وليمون وسماق. يعني محتاجة مشوار 5 ساعات ينقعوها و5 ساعات يسلقوها. طبعا بدها شي 6 ساعات نقع وبدها شي 4 ساعات سلق. 10 ساعات. ايوه. وبعدين تقدم الاكل؟ بعدين نتقدم للاكل. 5 دقائق تناكل ان شاء الله. هاي طبعا الخلطه بنسوي لها خلطه نحن. وخلطه الكمون 6 خلطات هن بيتكونوا. ايش هي؟ خلطات هي الملح وبهارات شاميه والكمون والملح الليمون والشطه. ايوه. جميل. طيب الليمون هذا؟ ايوه هذا ليمون عصير ليمون وليمون بنحط معه بنضاف معه مي طبعا. بنضاف مي بس. نعم. ويتحط. جميل. تاكلوها متى هناك يعني في الليل في النهار في نحن اكثر شيء يعني تقدم العصريات هيك بالشتاء يعني بارده بتكون بارد الدنيا العالم بترغب لها اكثر. طبعا سخنه هي بتكون. فالناس تفضلها هناك برا ولا في البيوت؟ لا تفضلها برا طبعا. تفضلها برا. هي والاحياء الشعبيه بتنباع. يعطيك العافيه. الله يعافيك. انا ساعدتكم في البيت. والله يهمك. يعني الحساب الحين يا دوب. ولا حساب عندك. شايفين كيف؟ بليله عمو بليله. بليله بلبل وكيع. ايه ده الحبايب يا بليله. بليله عمو بليله. ادو يا امير بليله بليل. بلبل بليله. بليله بلبل وكيع. يا سلام. بالليسله وكي بنهار باع وكيع. تبع البوضه من هناك قاعد ينادي في منافسه بينهم. بليله عمو هو الحساب. يعطيك العافيه. هذا الحساب. الحساب عندي بدي اذوقها كمان. تكرم عينك عبدي. بليله عمو بليله دول الاكابر يا بليله. بليله بلبل وكيع. بالليسله وكي بنهار باع وكيع. بالملح والليمون رش وكيع. يا عزيز لا تخلي ولا واحد غليظ. بلبل بليله. بليله عمو بليله دول الاكابر يا بليله. بلبل بليله. ثاني مشاهدينا نشوفكم